لكل اللي بيربي قطط عارف المشكلة دي كويس وقد ايه بيعاني منها. هنتكلم في الفيديو ده عن مشكلة الجواز في القطط وايه هي الأعراض اللي بنشوفها في طلب التزاوج سواء في الذكور أو في الإناث، وايه هي المخاطر اللي ممكن نواجهها لو ما لبيناش طلب الجواز، والحل النهائي للسيطرة على مشكلة طلب الجواز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة المركز البيطري، أنا دكتور أحمد بكر، وأقدم لكم إزاي نتعامل مع الحيوان وكل ما يخص الرعاية البيطرية. إيه هي مشكلة الجواز في القطط؟ الموضوع ببساطة هي إن القطط من بعد 6 شهور تبدأ إن هي تعمل تصرفات غريبة شوية، أوقات بتبقى مزاجية وأوقات بتبدأ تعمل أصوات غريبة ومريبة في نفس الوقت، وبتبقى شهيتها غريبة، يعني ممكن تاكل ممكن ما تاكلش، ممكن حتى الأكل اللي بتحبه ما تقربش ناحيته. تبدأ تعمل حاجات كلها تثير الشك وتخلي الواحد خايف إن القطة فيها حاجة، ودي حاجة مقلقة جدا لصاحب القطة. طيب إيه هي بقى أعراض الجواز عند القطط؟ أول حاجة القط الذكر أو الولد، تلاقي القط بيعمل معاك أصوات عالية ومتكررة ومريبة جدا، وهو هنا بيحاول إنه يلفت كل اللي حواليه، وخصوصا هو بيركز على القطط البنات إن هو موجود في المكان ده، وبيصيح بصوته بيندع عليهم إن هو عايز يتجوز. تاني حاجة وهي أكتر شيء مقزز جدا إن هو تلاقيه بيرش البول بتاعه في كذا مكان أو في كذا حتة في المحيط اللي هو قاعد فيه، وده مشكلة مؤذية جدا لصاحب القط، لأن هو هيلاقي فضلاته في كذا مكان وهيلاقي ريحة مش لطيفة خالص ومقززة جدا في كذا مكان. وهي الريحة دي أو البول بتاعه ده بيبقى زي فرمون أو ريحة معينة بتشد القطط الإناث للريحة دي وبتجذبه ليهم، وبيبدأوا يدوروا على فين صاحب الريحة دي علشان يتجوزوا. طبعا هتلاقي مزاجه مش رايق ومش طايق أي حد، وبيعمل حاجات وتصرفات غريبة، وده بيضطر إن هو يبدأ يمشي في المكان كتير ويروح في كذا حتة حواليه ويلف في المنطقة اللي هو قاعد فيها. ولما بيوصل بيه لدرجة إن هو مش لاقي قطة وبيتحرك كل مكان مش عارف يعمل إيه، بيضطر إن هو يهرب من مكانه أو يهرب من بيته بحثا عن بنت الحلال. يجي بقى لأعراض البنت، هي ما بتختلفش كتير عن الذكر في إن هي دايما برضو بتلاقي ليها أصوات عالية ومخيفة. ممكن تلاقي الأصوات دي معاك في الليل وساعة الفجر، ممكن تقلقك جدا في النوم. وطبعا مزاجية جدا متقلبة في المزاج بتاعها، تبدأ إن هي تبقى رايقة عايزة تلعب وتيجي تتمسح فيك، ومرة واحدة هي مش طايقاك مش عايزة تشوفك وبتبعد عنك، وهتلاقي معظم الوقت بتتمسح على الأرض، تتمسح فيك، تتمسح بأي حاجة، تقعد تشم في كذا مكان وتلف المحيط كله طبعا علشان بتدور على ابن الحلال. فبيوصل بيها لمرحلة إن هي خلاص مش لاقي حد يلبي لها طلباتها، فبتضطر إن هي تهرب من البيت برضو علشان تتجوز. يجي هنا بقى لبعض المربيين اللي بيقولك لا عادي أنا هستحمل القط بتاعي أو القطة بتاعتي ومش مهم تتجوز ومش لازم، عادي جدا أنا هستحمل اللي بيعمله وإن شاء الله هقفل عليه كويس البيت بحيث إن هو ما يهربش واريح دماغي، عشان هو مش عايز إن القطة بتاعه والقطة بتاعته تتجوز وتخلف. ودي مشكلة كبيرة وخطأ جسيم معظم المربيين اللي بيعملوا كده بيقعوا فيه. طيب الكلام ده خطير في ايه يا دكتور؟ لازم تعرف ان القطط عندها التغير الهرموني ده شيء طبيعي متقدرش ان هي تتحكم فيه، فبالتالي ان التغيرات الهرمونية دي بتبدأ تدخل القطط في حالة نفسية وحشة جدا لو ما اتجوزتش، وده اللي بيؤدي لقلة الشهية، واللي بالتالي بيؤدي ان الحالة الصحية للقطة بتسوء جدا. وبرضو لو ما اتجوزتش بيحصل عندنا مشاكل تانية كتير في أعضاء القطة، وبالذات الأعضاء التناسلية إن هي بيزيد فيها نسبة المشاكل أكتر من الأعضاء التانية، وأوقات بتوصل لأورام سرطانية. يعني من الآخر أنت لو ما جوزتش القط أو القطة بتاعتك أنت كده بتضر صحتها وبتهدد حياتها للخطر. طيب إيه الحل يا دكتور في مشكلة الجواز بتاعت القطة؟ أول حل وهو إننا نجوزه. أيوة لازم نجوز القطط. هنعمل إيه؟
هم عندهم طلبات وعندهم تيار هرموني غصب عنهم بيضطروا ان هم يتجوزوا علشان التيارات الهرمونية دي ترجع لطبيعتها. والأحسن لما نيجي نجوز القطط بتاعتنا يفضل إن احنا نجوزه من قطط تانية متربية في بيت ونظيفة ومتطعمة، علشان أول حاجة نحافظ على النسل وعلى السلالة بتاعت القطط اللي عندنا، متبقاش سلالات غريبة أو فيها تشوهات، أو تكون سلالات زي السلالات اللي مش كله بيحبها اللي هي بتاعت سلالة الشارع. وهنا نيجي لحتة إن إحنا بلاش نجوز القطط بتاعتنا من قطط الشارع، وده لأن إحنا مش بنجيب سلالات كويسة، وفي نفس الوقت إحنا بندي عرضة للقطط بتاعتنا إن هي تتصاب بالأمراض المعدية والأمراض الفيروسية وأمراض تانية كتير منها الفطريات وما إلى غيره من الأمراض اللي ممكن تتنقل من قطط الشارع. وكمان للأسف علشان السلالة الجديدة اللي بتيجي من قطط الشارع تبقى مش محبوبة للمربي، فبيضطر إن هو يسربهم للشارع، وده خطر وخطأ كبير جدا. وهنا هتلاقي ناس بتقولك إحنا طب وقعنا في مشكلة أكبر، اللي هو الخلفة اللي جات من القطة دي هنعمل بيها إيه؟ هنوديها فين؟ طيب لو إحنا استحملنا مثلا جواز القطة المرة وخدنا الخلفة بتاعتها برضه وربيناهم مع القطة، هنعمل ايه في الخلفات اللي جاية؟ ما هتطلب جواز تاني، وخصوصا ان هي ممكن تولد مرتين في السنة. وهنا بقى نيجي للحل الأمثل والنهائي، وهي عملية التعقيم. ودي بتبقى عملية جراحية بتتم في عيادات بيطرية متخصصة، ودي من بعدها بنرتاح خالص من مشكلة الجواز، لأن مبقاش عندنا أي طلب جواز ولا حمل ولا خلفة ولا أي من المشاكل اللي احنا قلناها في الأول. آخر وأهم حاجة في الفيديو بتاعنا النهاردة هي اوعى تسمح لأي حد يقولك إن في حقن أو هرمون بنديه للقطة وبيمنع عنها طلب الجواز نهائي. اوعى اوعى اوعى، لأنها مش بس حل غير عملي، ده مشكلته مشكلة كبيرة، لأنه بيؤدي لأورام سرطانية ومشاكل كتيرة بسبب عدم توازن الهرمونات في جسم الحيوان. لأنه بس مش حل عملي، لأ ده كمان مضر جدا جدا، وبيعمل مشاكل كبيرة وبيعمل أورام سرطانية للقطط. كده نكون شرحنا مشكلة الجواز في القطط وأعراضها ومشاكلها، وإزاي نحل المشكلة دي علشان نعدي منها بسلام. متنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وشير عشان غيرك يستفيد. السلام عليكم.